إخواني لقد تسرعنا في الحكم على كابتن حسام حسن وعلى لاعبين منتخب مصر، طبعا ما عدا العاق محمد الشناوي. ما هو مش طبيعي، مش منطقي. انا كنت في واردي وهي بتلعب الماتش اللي فات، قلت بس احنا هنشيل 3 مستريح زي ال3 اللي الفرقه التانيه خدتها. اللي هو ايه الكرة دي، ايه السرعه دي، ايه البساط دي، ايه التسليم ده. جم قدام الفراعنه، سبحان الله سبحان الله. بس سيبك انت، اللي يغور يغور. عندنا امام عاشور، هي صحيح يعني ايه، هي اقتباس كده من جماهير نادي الزمالك، لكن ايه ده امام الوحيد في منتخب مصر اللي بيعرف يمشي الكوره وبيعرف يباصي كوره وبيعرف يقطع كوره وبيعرف يعمل ثرو حلو وشايف الملعب وعارف اللعيبه اللي قدامه وعارف اللعيبه اللي قدامه هتفكر ازاي وهتتحرك فين، فبيحط لهم الكوره في الحته اللي هم هيروحوا عليها. بسم الله ما شاء الله يا ابني، ده كده وايه وبنص رجل. ده اللي احنا ما كناش بناخده المنتخب وكان وحش. امام عاشور 2 اسيست. طبعا كابتن محمد صلاح هو اللي خد النهارده جايزه رجل المباراه، بس انا بالنسبه لي رجل المباراه الاول امام عاشور، ومن بعده يجي عمر مرموش. دي اللعيبه اللي هو يعني ايه، عمر مرموش اللي كان بيموت نفسه على كل كوره. عمر مرموش كان مش طبيعي النهارده. فتوح رغم الغلطه كان ممتاز. محمد هاني رغم الاخطاء كان ممتاز بجد. ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد، حمدي فتحي طبعا، ومروان عطيه طبعا. امام عاشور كده كده اتكلمنا عليه. ومحمد صلاح عنده شخصيه كابتن منتخب مصر وشخصيه اللاعب البطل واللاعب النجم اللي قادر ان هو فعلا يعمل الفرق. طبعا ده بعد ما بيجي له اسيست عبقري، ها، يعني هو مش بيعمل الفرق كده منه لنفسه، بعد ما بيجي له اسيست عبقري. عمر مرموش بيحارب على كل كوره. كل لعيبه مصر النهارده بسم الله ما شاء الله. انا ما كنتش متوقع، انا ما كنتش متوقع والله كده خالص. بعيدا عن الجون التاني يعني اللي جه فينا ده زي الضربه على القفا بسبب الاستاذ محمد الشناوي. كان زمانك الماتش ده ممكن تطلعه 4-1 مثلا بجد. وتدي بقى رساله لكل اللي يجي. ويا كابتن فرج يا عامر، كابتن فرج يا عامر، انت ربنا نصرك النهارده. مصر ماتش مصر والسنغال هيتعاد، بس هو هيتعاد في كاس الامم الافريقيه مش في كاس العالم. يعني مش في تصفيات كاس العالم، هيتعاد في كاس الامم الافريقيه، وهيتعاد في نص النهائي ومش النهائي. وانا متفائل، يعني انا متفائل. هقول لك ليه. الاهلي في 2017 كان ليه طار عند الوداد. الوداد خدوا مننا دوري ابطال افريقيا في النهائي. فاحنا السنغال في 2021 خدت مننا ايه؟ خدت مننا ايه؟ خدت مننا كاس افريقيا. طيب في 2020 بعد 3 سنين ولا بعد 4 سنين النادي الاهلي لعب الوداد، بس لعبوا امتى؟ ركز كده، لعبوا في نص النهائي. فاحنا اهو هنلعب السنغال امتى؟ في نص النهائي. وباذن الله ناخد البطوله دي. زي كده الاهلي ما خد البطوله على حساب الوداد والزمالك في 2020، منتخب مصر باذن الله ياخدها على حساب السنغال في 2026 او 2025 تعويضا عن بطوله 2021. 2021 اللي السنغال خدت منك كل حاجه، خدت منك صعود كاس العالم وخدت منك كاس الامم الافريقيه. طب السنه دي انت صاعد كاس عالم، وباذن الله ناخده بطوله الامم الافريقيه. كابتن حسام حسن زي ما قلت والله العظيم قبل كده، نخف الضغط عليه شويه. احمد زي الحاج احمد، وكابتن حسام حسن مننا وعلينا ومصري وعايز ياكل عيش وعايز الناس تفرح وهيتبسط من قلبه. هيتبسط عشان مكافأة الفوز ويكمل لكاس العالم، وهيتبسط عشان هو مصري. الاجنبي هيتبسط عشان مكافآت الفوز بس، عشان خاطر ما تقولوش روح على بلدك. واحنا عندنا سمعتنا في الفيفا وحشه، سمعتنا في الفيفا وحشه بسبب الزمالك. الزمالك اللي كل شويه بمشكله وقضيه وبتاع. فلو مدرب ليه فلوس عند منتخب مصر هيقول اكيد هيتعاملوا بنفس مبدأ الزمالك ويدوخوني. طب ليه؟ فهيبقى فرحان فرحه كده نص نص، لانه خايف ما ياخدش فلوس. ده غير السمساره طبعا اللي هتطلع للناس بتوع اتحاد الكره اللي جايبينه. فالموضوع هيبقى صعب وهيبقى تقيل عليه. لكن
الحمد لله على الفوز، والحمد لله على وجود كابتن حسام حسن ولاعيبه رجاله، والحمد لله. ومش هنتكلم في اي حاجه فنيه. تسلموا وتعيشوا. ويا ريت الناس اللي بتخش تشتمني لما بعترض، ولما بقول المنتخب مش حلو، ولا لما بقول الاهلي فيه مشاكل. حلقه اهي بنشكر فيها في المنتخب وبنشكر في اللعيبه كلهم، ما طلعناش مشكله في حد غير في الشناوي اللي تسبب في الهدف الثاني، وبنشكر في المنتخب وكله زي الفل وعشان كانوا كويسين. انت طول ما انت كويس انا هتكلم عنك وحش ليه؟ لكن وانت وحش غصب عني لازم هتكلم عنك وحش. ما هو اصل ده الفريق اللي انا بشجعه من يوم ما اتولدت اللي هو الاهلي، وده المنتخب اللي هو بتاعنا كلنا مش بتاعك لوحدك. مش حكر على حد، يعني مش زي رامي ربيعه كده ما كان محسسني ان جده ليه اسهم في النادي الاهلي، اللي مش عاجبه لعبي ما يتفرجش. يعني انا مش هتفرج على الاهلي عشانك. فمش عايزين بس نخش في مواضيع جانبيه. الحمد لله ده اداء ممتاز، روح ممتازه، فعلا رجوله. ويا رب يا رب يا رب ماتش السنغال يبقى على كده، والنهائي اللي هيكون مع نيجيريا او المغرب نقدر يعني نقدر نفوز بيه، نقدر نفوز بيه باذن الله. يا رب يكمل مشوار على خير. الماتش الجاي يوم الاربع. يا رب يا رب التوفيق والفوز لمصر. انا طالع لكم وانا عندي برد، ولسه كمان عايز اسجل فيديو تاني للنادي الاهلي، فسامحوني كده وخليكم حلوين. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والف مبروك لمنتخب مصر. ونختم كلامنا دايما بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم، اشرف الخلق اجمعين، وبالدعاء لاهلنا في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي السودان وفي كل البلاد العربيه المتضرره. اللهم امين. السلام عليكم.